بقول لك يا شات جي بي تي، انا دلوقتي وصلت مدينة ميلانو في ايطاليا. هل ينفع اشرب من المياه الحنفية وانا متعود اشرب من المياه الحنفية في السويد ولا لا؟ في ميلانو يمكنك شرب الماء الحنفية بأمان، فهو يعتبر آمنا ونظيفا. أما بخصوص السويس، إذا كنت تقصد مدينة السويس في مصر، فإن شرب ماء الحنفية هناك قد لا يكون بنفس الأمان والنظافة كما في السويد. لا، انا قصدي ان انا بشرب مياه الحنفية في السويد، فانا جيت دلوقتي ميلانو فكنت بسأل يعني هل اشرب مياه الحنفية عادي ولا لا؟ نعم، في ميلانو يمكن شرب الماء الحنفية بأمان. الماء هناك نظيف وآمن للشرب. إذا كنت تشرب ماء الحنفية في السويد فلن تجد مشكلة في شربه في ميلانو أيضا. تمام. ممكن يا شات جي بي تي تعرفيني على نظام المواصلات العامة هنا في مدينة ميلانو الإيطالية؟ طبعا، في ميلانو يعتبر نظام المواصلات العامة متطورا وفعلا. تتكون المواصلات الرئيسية من مترو الأنفاق والحافلات والترام. هل ترغب في معرفة المزيد حول كيفية استخدام هذه الوسائل؟ يعني ممكن تكتبي لي جولة سياحية النهاردة اروح اماكن فين؟ أكيد، يومك في ميلانو هيكون رائع. خلينا نبدأ بجولة سياحية. أولاً، يمكنك تبدأ يومك بزيارة كاتدرائية ميلانو، دومو دي ميلانو. إنها واحدة من أكبر الكاتدرائيات في العالم، ومناظرها من السطح مذهلة. بعد ذلك انتقل إلى غاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني، المركز هو في كام مصري هنا في مدينة ميلانو الإيطالية؟